مساء الخير واهلا بيكم وحلقه جديده من تحيا مصر. ده نقدر نقول عليها أبية وعزيزة وباقية مهما يعني جار عليها الزمن، لكن احنا دايما بنقول ان احنا كلنا يعني بنبذل قصارى جهدنا ان احنا نبقى على قد المسؤولية في هذا التوقيت تحديدا. بنحاول ان احنا نبقى قيمة مضافة لبلدنا مصر. النهاردة موضوعنا هو عن القيمة المضافة بس في قطاع الزراعة. يعني ايه قيمة مضافة بالنسبة لقطاع الزراعة؟ يعني المستقبل، يعني تنمية الموارد المستدامة وإضافة قيمة مستقبلية ليها تعود علينا بدخل إضافي لهذا الوطن، يعني انتعاش في الاقتصاد. ده اللي هيكلمنا فيه ضيف حلقتنا النهاردة الأستاذ الدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية زراعة الأزهر. وزراعة الأزهر من الكليات العريقة المشهود لها في هذا القطاع، وتحت من هذه العمادة 3 كليات، كليتين بنين وإضافة جديدة هي البنات. صحيح. ألف ألف مبروك للإضافة الجديدة. الله يبارك قيمة في مضافة حضرتك. برضو. طبعا يا فندم. البنات في الزراعة. كل الشكر والتقدير لحضرتك طبعا على الدعوة الكريمة لأسرة البرنامج، وكمان على التقدمة الهائلة. يعني وشرف لينا أكون متواجد مع سيادتك. منورنا دكتور جمال، وده برنامجكم. منور حضرتك يا فندم. يهمنا جدا لان احنا بنتكلم في ملف الامن الغذائي المصري وده تخصصنا، ان احنا نتكلم عن القيمه المضافه. تعريف حضرتك لكلمه القيمه المضافه في قطاع الزراعه. طيب اسمحي لي بس في البدايه، عشان برضه حضرتك اشرت لكليه الزراعه بنات، فانا حابب اشكر فضيله الامام الاكبر الاستاذنا الدكتور الاستاذ احمد الطيب شيخ الازهر، الاستاذ الدكتور سلامه داوود رئيس الجامعه، بافتتاح الحقيقه وتشجيل كليه الزراعه بنات بدءا من 1/10. احنا عندنا جالنا السنه دي قيمه مضافه زي ما حضرتك قلتي 418 طالبه، كمان بعد التظلمات بقى عندنا 446 طالبه. كان لهم دور عظيم جدا وهائل جدا في انجاح المؤتمر الدولي لكليه الزراعه في 10 و11 بنهنيك عليه لان كان مؤتمر رائع جدا. شكرا جزيلا يا فندم. والحقيقه برضو كان في المناسبه احنا كنا بنحتفل باحتفاليتين بميلاد الكليه، وايضا باحتفالاتنا في اكتوبر العظيم ودوام النصر للدوله المصريه العظيمه زي ما حضرتك قلتي، واللي هي دايما ستقف في حلق كل من يحاول النيل من وطننا العربي بشكل عام. مصر ستظل باقيه ما بقيت يعني في قلب ينبض في الصدر زي ما بنقول. الحقيقه القيمه المضافه انت حضرتك يعني اقدر مني، يمكن حضرتك قدمتي تقديم هايل. انا عايز اكلم المواطن البسيط جدا عشان ما يقولش ان احنا بنطلع نقول كلام كبير وصعب. احنا اهالينا من زمان في الريف كانوا بيشتغلوا على عنصر القيمه المضافه، وهنقول الكلام ده الحقيقه ازاي. أنا نفسي دايما بحب قوي إن احنا نتكلم على محصول مهم جدا وعزيز علينا كمصريين جدا، كنا بنزرع منه في الستينات 2 مليون فدان، وهو محصول الذهب الأبيض، القطن المصري. هذا محصول البشوات. محصول البشوات، المحصول الرائع جدا جدا. وأنا ليه خدت هذا المحصول؟ لأنه هو يمثل القيمة المضافة بعينها. هناخد مثال بسيط جدا. المحصول القطن هو قيمة مضافة من أول ما أختار البذرة. اختار البذرة، فلازم اختار بذرة جيدة اللي هو التقاوي بتاعتنا، وبعدين ازرعها، وبعدين اهتم بعمليات الزراعة من ري وتسميد ومكافحة الآفات والأمراض ومقاومة الحشائش إلى أن أجمع المحصول. طيب أنا جمعت المحصول، في الآخر هيبقى عندي الفدان بتاعي هيديني كام قنطار. المتوسط العام دلوقتي، معلش بقول ارقام عشان برضو المزارع يبقى يتبسط شويتين. الحقيقه احنا السنه دي عندنا سعر الامطار القطن 18200 جنيه. المزارع الشاطر ممكن يوصل ل 10 امطار بالنسبه للفدان الواحد. لو ضربت ال 10 قنطار في 18000 يعني بتكلم في 180000 جنيه للفدان الواحد. واخد بال حضرتك؟ طيب هيجي جمال يبيع القناطير المقنطره بتاعته ديت، يبيعها في صوره خام. تيجي الاستاذ عبير تقول له لا، انا بالفكر بتاعي فكر بيزنس وومن، انا مش هشتغل خالص ان انا يعني اقول 180,000 جنيه بس، لا انا هاخد الخام ده اللي حضرتك عايز تبيعه خام، وانا هوديه على مصانع الغزل علشان خاطر، او هوديه على المحالج عشان احوله الى غزول. من التحويل من الخام الى الغزل ده انا هشغل عماله، فهتيح فرص عمل، فهنا قيمه مضافه. وبعدين تيجي تقول انا مش هسكت على كده بس، لا انا هوديه كمان لمصانع النسيج، فاحول هذا المنتج الخام الاول، هحول ال 180,000
بالظبط كده. ما هو اللي انا آه. بقول انا بقى زودتهم بقى ال آه. 180، بقى هضرب مثلا كمان في نص كمان ولا حاجه، بقى مثلا 250. لا انا هحولهم كمان الى نسيج، فاقول له اطلع طوب قماش، فطوب القماش ده هبيع منه المتر بكذا، فهيبقى مثلا 250، لا بقى 300,000. طيب انا هاخد الطوب القماش ده هصنعه بدله زي دي، وهقول ان انا هبيع البدله دي ب 1000 جنيه مثلا يعني. وبالتالي طيب الامطار القطن ده هيطلع لي كام بدله كمنتج نهائي؟ كل اللي انا قلت عليه ده بيسموه سلاسل القيمه، دي عباره عن قيم مضافه او قيمه مضافه في الاخر. وبالتالي انا بدل ما المنتج بتاعي يبقى فقط ب 180 الف جنيه للفدان، لا انا ممكن اتحصل على 400 الف جنيه للفدان. وده الفرق اللي بيننا او اللي الدوله المصريه الحقيقه، انا أو عايز اقول في اخر 10 سنوات احنا بقينا نشتغل على القيمه المضافه. القياده المصريه هتلاقيه انا اصدر الرمل سيليكون، الرمل الابيض بتاعنا الرائع جدا اللي كنا بنصدره بره الطن ب 10 جنيه، طن ب 10 جنيه، وبعدين ارجع استورده بعد ما الناس دي تشتغل عليه بمفهوم القيمه المضافه، فاستورده في صوره شيبس مثلا اللي هي بتاع البرمجيات والخلايا بتاعه الطاقه الشمسيه وخلافه بالاف الدولارات. لا طب ما احنا نشتغل على كده. عشان كده بدا يبقى عندنا المصانع في سينا الحبيبه اللي هي في محاولات جباره من الغرب. لا ان شاء عايزين الله كذا يعني مصر محفوظه. بس ان نتكلم شاء الله. بقى عن القيمه المضافه في القطاع الزراعي. نعم فندم. حضرتك اشرت للقطن، نعم. وده يمكن يعني زي ما بنقول العنصر الاوضح، نعم. فحضرتك استعنت بيه. لكن اكيد في عناصر تانية ممكن نتكلم فيها بخلاف التصنيع فقط. صحيح. ده انا هتكلم برضو القطن لسه في جزئيتين، وهتكلم برضو على ما الصادرات. هو في القطن ما بناخدش بس تمام الزهره، بالظبط كده بالظبط. في اشياء القطن أخرى. برضو الاستاذه عبير قالت لا انا برضو هاخد منه التقاوي، فده جزء برضو قيمه مضافه، هاخد منه تقاوي عشان ازرع تاني سنه بدل ما استورد تقاوي من بره. وده برضو احد المشاريع القوميه بتاعت القياده المصريه، ان احنا لازم ننتج التقاوي بتاعتنا. طيب وما يزيد عندي من البذره بتاعتي انا هوديها على معاصر الزيت عشان تنتج لي زيت. واحنا كنا بنزرع زي ما انا قلت في الستينات 2 مليون فدان، وكنت مكتفي ذاتيا تماما من احتياجاتي من الزيوت. فهطلع بالتالي زيت الطعام هو من افضل انواع الزيوت، خاصه زيت قلي يعني بالنسبه لزيت القطن. طيب وانا بعصر بعمل قيمه مضافه تانية، وهي ان البذره اللي عندي دي هتطلع ما يسمى بتفل البذره ده، اللي هو هيحول الى الواح الكسب اللي كنا زمان بتوزع من خلال الجمعيات التعاونيه على الفلاحين او المزارعين عشان عمليات التسمين بالنسبه للماشيه بتاعته. اذا انا الحقيقه اللي بتكلم وحديثا كمان بيخش في الطاقه. نعم بالظبط. نعم فندم. طيب وحديثا كمان بقى الناس اللي هم مثلا خريجات صيدله وبيشتغلوا في العقاقير وخلافه يقول لك لا انا الزيت ده برضو ممكن استخدمه في ما يسمى اللي هو ادوات التجميل، يعني المراهم فكل والكريمات مره في قيمه مضافه كل مره بتضاف. من كده قيمه مضافه. طيب اخد نموذج تاني بالنسبه للقيمه المضافه. عايز اقول لحضرتك ان احنا السنه دي واحنا في المؤتمر كنا مستضيفين النائب عبد الحميد بيه الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعيه، وكنا بنتكلم عن الصادرات الزراعيه بين الواقع والمأمول. فكنت انا قلقان شويه، هو احنا الصادرات بتاعتنا زي ما الناس بتقول هل انخفضت شويه بالنسبه للقطاع الزراعي اللي انا مهموم بيه طبعا يعني. فقال لي لا ده احنا السنه دي اللي هو 22 23 لو انتهى 31 اغسطس 23 احنا محققين 3.6 مليار دولار صادرات زراعيه من احنا المحاصيل. عندنا ارتفاع. عندنا ارتفاع 3.6 واخد بخلاف 4.2 كمان محاصيل مصنعه اللي هو الصناعات الصناعات الغذائيه. كل دي برضو قيمه مضافه. طب انا عشان اصدر اصلا في واحد ممكن اطلع منتج واقول انا هبيعه زي ما يجي وخلاص بدون اي حاجه. لكن انا لما باجي اشتغل للتصدير لازم اشتغل على القيمه المضافه. انا بطلع بمواصفات اوروبيه او مواصفات مثلا انا هودي لليابان او عايز اقتحم سوق خارجي. فكل عمليات اللي هو احنا بنسميها الانبوتس والاوتبوتس في الاخر انا كمزارع عايز اقلل من تكاليف الانتاج واعظم من العائد عندي في الناحيه الثانيه. فانا بعد ما بطلع الانتاج أنا كان عندي بيبقى نسبة هدر بتصل 30 إلى 40% بالنسبة للمحاصيل البستانية زي الخضر والفاكهة ونباتات الطبيعة والعطرية ونباتات الزينة وخلافه. إذا أنا لو اشتغلت على أن أقلل النسبة دي فمعنى ذلك أن أنا أضفت 30 ل 40% في حجم الإنتاج بتاعي. واشتغل على الهدر وأضيف ليه قيمة وأضيف ليه قيمة مضافة بقى إزاي؟ قيمة مضافة مختلفة. إن أنا حاجة بعد ما أجمع المحصول ده أنا عايز
اعمل عمليه اغراء بالنسبه للاستاذ عبير ان تاخد المنتج بتاعي، فانا اغسل الثمار بتاعتي بشكل كويس، انا اشوفها بشكل كويس، اشمعها بشكل كويس، وبعدين دي المواصفات الدوليه. اخزنها بشكل كويس الى ان تصل الى المنتج او السوق اللي بره عشان يقدر ينافس باقي الدول الاخرى. كل دي انا بسميها قيمه مضافه، ازاي اعظم من العائد بتاعي. معلش في اتفضل يا دكتور ربع جمال. دقيقه بس، ربع دقيقه بس. آه. الجزئيه دي انا لما اجي اقارن، انا ببيع طن البرتقال عندي هنا في مصر مثلا ب 10000 جنيه، نفس طن البرتقال ده انا هبيعه بره ب 700 دولار. 700 دولار لو قلت في 30 بلاش في 40 في 30، يعني انا بتكلم في كام؟ بتكلم في رقم كبير جدا بالمقارنه، يعني نقول ضعفين ثلاثه عن الايه، عن الوضع اللي هو مثلا موجود عندي داخليا. اذا القيمه المضافه هنا وان انا اشتغل على مواصفات دوليه، واخد بال حضرتك، ده هيعظم من المنتج في الاخر. لما انا اقول 3.6 مليار دولار، لو ضربت الكلام ده انا بتكلم في حدود من 100 الى 110 مليار جنيه مصري فقط، ان انا مصدر بيهم 5.5 مليون طن. تقرير بقى هنشوفه دلوقتي مهم جدا، وبدأ حضرتك ان انت تتابعه معانا، عن الزراعة وازاي من خلال القيمة المضافة يعني بيكون هي السلاح لمواجهة التحديات المستقبلية في هذا القطاع. نشوف التقرير. يشهد العالم زيادة في السكان، ويشهد تغيرات مناخية تؤثر على الإنتاج الزراعي، ولذلك يعمل العلماء والمزارعون على ابتكار تقنيات زراعية متطورة باستخدام الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد لزيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، حيث أنه تواجه الزراعة أيضا تحديات بخصوص استدامة الموارد المائية والتصدي للتلوث وفقدان التنوع البيولوجي. ويشدد على أهمية تبني أساليب زراعية وتطوير محاصيل مقاومة للظروف المناخية المتقلبة، فضلا عن تحديات أخرى مثل تقلبات أسعار المواد الخام والتجارة الدولية، مما يؤثر على دخل المزارعين وقدرتهم على الاستثمار في تحسين التكنولوجيا والممارسات الزراعية. ويعد الاستثمار في التعليم الزراعي وتقديم الدعم للمزارعين لتحسين مهاراتهم وزيادة وعيهم بأحدث التقنيات جزءا أساسيا من التحديات المستقبلية للزراعة، بهدف تطوير محاصيل مستدامة ومقاومة للأمراض والآفات، والتي تلبي احتياجات السوق المتغيرة وتحافظ على التنوع الوراثي للنباتات. من المهم أن تعمل الحكومات والمنظمات الدولية على تطوير سياسات زراعية تشجع على الاستثمار في الزراعة وتوفير الدعم المالي والفني للمزارعين، بالإضافة إلى تعزيز التوعية بأهمية الزراعة المستدامة للمجتمعات المحلية وللعالم بأسره. وهي القيمة المضافة هي الوسيلة لمواجهة هذه التحديات. دكتور جمال، اشرح لي التحديات اللي احنا بنواجهها، ويمكن التقرير أشار إليها، من تغيرات مناخية، من ندرة مياه، من أيضا زيادة سكانية، وازاي القيمة المضافة بتوفر لنا حلول لهذه طبعا التحديات. تمام يا فندم. اسمحي لي تعليقا على التقرير. التقرير اشار الى البايوتكنولوجي. البايوتكنولوجي كقيمه مضافه. كقيمه مضافه ازاي؟ انا عن طريق البايوتكنولوجي عندنا في حاجه اسمها تيشو كلتشر تكنيك، او اسلوب زراعه الانسجه، او استخدام تقنيات زراعه الانسجه، في اني انا انتج نباتات صعب ان انا انتجها في الظروف العاديه، على بيسموها كده الماس برودكشن، يعني انتاج على نطاق تجاري وكبير جدا. فمثلا يبقى عندي ندره او يعني بالنسبه للتقاوي او في الشتلات بتاعت او الماده النباتيه لنبات ما، عندي نبات واحد مثلا من نبات كذا، انا هستخدم البايوتكنولوجي او تكنيك زراعه الانسجه عشان خاطر ان انا هاخد جزء بسيط جدا من هذا النبات، جزء بسيط، وبعدين اكتره. بعد شهر هيبقى النبات الواحد ده بقى 10، وبعدين بقى 100، يمشي في متواليه كده. ممكن يبقى عندي 20,000 نبات من النبات الواحد خلال العام الواحد. فده قيمه ايضا، قيمه مضافه على اني انا هستخدم العلم او استخدم البايوتكنولوجي عشان خاطر اطلع ازيد
من انتاج انتاجيه. نبات، انتاج نبات كذا. واحنا في موسم القمح، ده ممكن يطبق على القمح؟ طبعا لا، بس انا القمح الحقيقه انا بنتج التقاوي بتاعته. اه وعندنا ميزه نسبيا ان احنا الحمد لله من اكبر دول العالم انتاجا بالنسبه للانتاج يعني. للتقاوي. للتقاوي اه وانتاجا للفدان. اه احنا من اعظم دول العالم، لكن احنا عشان خاطر العدد بتاعنا مستهلكين. كبير احنا مستهلكين، اكبر مستهلكين في العالم برضو. احنا بننتج 10 مليون طن وبنستورد تقريبا زيهم حوالي 10 مليون طن من بره. لكن البايوتكنولوجي برضو بيلعب دور كبير في ايه؟ ان انا استنبط السلالات اللي هتقاوم معايا الظروف اللي حضرتك، الظروف البيئيه الغير ملائمه اللي سيادتك اشرت اليها، وخاصه مع التغيرات المناخيه وتداعياتها على الامن الغذائي العالمي. عندنا كمان حاجه دلوقتي بنسمع عن النانو تكنولوجي. النانو تكنولوجي وتطبيقاته في مجال الزراعه. كان عندنا في المؤتمر برضو بنناقش في مؤتمر الازهر، المؤتمر الدولي الثاني للكليه، انه انا طبعا حجم استيرادي من مستلزمات الانتاج كبير جدا جدا، وخاصه الاسمده. واحنا عارفين ان احد اهم المشاكل او التداعيات بتاعه الحرب الروسيه الاوكرانيه ان هو عندي روسيا واوكرانيا كانوا من اكابر مصدري الاسمده، وخاصه الاسمده البوتاسيه. انا عندي بنتج الاسمده الازوتيه والاسمده الفوسفوريه، لكن بستورد من بره الاسمده البوتاسيه، ودي برضو غاليه جدا. اذا نتيجه برضو ارتفاع سعر الدولار بقى في صعوبه ان انا استورد كميه. طب انا لو بقول ان انا في الظروف العاديه بسمد الفدان عندي بطن مثلا من السماد او نص طن من السماد البوتاسي ده، لا بواسطه النانو تكنولوجي. النانو تكنولوجي انا هصغر المنتج اللي عندي دوت، هصغره خالص الى يبقى 10 أس ناقص 6، يعني حاجه بسيطه خالص جدا. وبالتالي من الممكن بدل ما استخدم طن من الماده الفلانيه انا هستخدم عشر هذه الكميه. بدل ما استخدم 1000 كيلو انا هستخدم 100 كيلو جرام فقط باستخدام تقنيه النانو تكنولوجي. الناس دايما بتتكلم على انه في محاذير وفي كذا، لا المحاذير دي اللي بيدرسوها العلماء في مراكز البحث والجامعات. عشان ده كان سؤالي، نعم. ان هو كمان صلاحيته بالنسبه بالظبط. لينا وكمان بيئيا. عشان كده دايما لما بنيجي نشتغل في الجامعات بنشتغل بما يسمى بالثقافه البينيه. يبقى عندي مثلا بتاع طب، ويبقى عندي بتاع صيدله، ويبقى عندي بتاع زراعه، ويبقى عندي، عشان كل واحد فيهم يشوف تاثير الكلام ده على ما الشغل بتاعه هو. بتكلم بتاع طب بيشتغل مع بالظبط صحه، معهم بتاع صيدله، بتاع زراعه يشتغل على الكلام ده سواء على الانسان، قصدي على النبات وعلى الحيوان، وهو مع البيطري وهكذا. فاذا ده برضو جانب من الجوانب بتاع استخدام التكنولوجيا المتقدمه في كقيمه مضافه عشان خاطر اقدر اعمل بيها حاجه كويسه. الدوله المصريه الحقيقه عملت قيمه مضافه هائله جدا. ولما احنا بنيجي نتكلم كان عندنا مشكله كبيره جدا، وهي مشكله ايه؟ مشكله ان انا بيطلع عندي صرف زراعي وصرف صناعي بحوالي 14 مليار متر مكعب ميه. ال 14 ده مهدد كمان، كان كارثي للبيئه. كارثي للبيئه. ما هو ده عشان كده بقول انا كان عندي مصرف بحر البقر ده بيبدا من القاهره ويمشي عبر 6 محافظات، يصب لي في الاخر في بحيره المنزله. بحيره المنزله دي كانت وما زالت دلوقتي بعد التطهير. دلوقتي بعد التطهير. فالدوله كانت بص ايه، طب انا كنت بدمر في المصرف ده كل ما هو له علاقه بالحياه وبالبيئه. واخد بال حضرتك؟ الدوله القياده السياسيه بمجرد ما انتهى مشروع القناه السويس الجديده اللي هي القناه الجديده، الرئيس اصدر اوامر بان كل الكراكات اللي كانت بتشتغل فيها تطلع على فين؟ على بحيره المنزله عشان تعمل عمليه تطهير. بحيره المنزله كانت شبه انتهت. احنا كنا بنتكلم اول ما الرئيس تولى كان 1.4 مليون طن بالنسبه للاسماك. احنا دلوقتي بنتكلم بعد عمليات التطهير في البحيرات المختلفه وخاصه بحيره المنزله، احنا دلوقتي بتكلم على 2.1 مليون طن بالنسبه للاسماك. انا عملت هنا قيمه مضافه ان انا زودت الانتاج اللي عندي 700 الف طن في ال10 سنين اللي فاتوا دول، وكمان عملت تنقيه. بالنسبه عملت محطات معالجه، اضخم محطه معالجه محطه مصر بحر البقر في المحسنه، عملت اعاده تدوير المياه. وزي الكلام ده برضو انا بعمله دلوقتي عشان مشروع الدلتا الجديده بتاعت الحمام. بتاعت الحمام عشان برضو اضيف للدوله المصريه 2.2 مليون فدان في الدلتا الجديده، واضيف في شرق القناه 421 الف فدان اعتمادا على المياه اللي اصبحت مياه معالجه. ده هياخدنا بقى للتقرير الثاني وهو القيمه المضافه وتاثيرها على الناتج القومي الزراعي. نشوف هذا التقرير ونرجع نعلق عليه.
تعد القيمة المضافة التي يتم إضافتها إلى المنتجات والخدمات أثناء عملية الإنتاج والتسويق في القطاع الزراعي أحد العناصر الرئيسية في الاقتصاد الحديث، وتلعب دورا مهما في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الناتج القومي. يكون تأثير القيمة المضافة على الناتج القومي الزراعي في عدة جوانب، منها زيادة الإيرادات مما يمكن استخدامها لتمويل المشاريع الزراعية وتحسين البنية التحتية الريفية، كما تعد حافزا للإنتاج والاستثمار مما يشجع المزارعين والمنتجين على زيادة الإنتاج وتحسين جودة منتجاتهم وتحسين الكفاءة الاقتصادية، ويحفز المزارعين على تحسين كفاءتهم الاقتصادية للتنافس في السوق. وبشكل عام تلعب القيمة المضافة دورا حيويا في تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للقطاع الزراعي، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة للدول وتحسين معيشة السكان في الريف. القيمة المضافة في قطاع الزراعة، ازاي ننهض بالناتج القومي المصري؟ حضرتك انا لو بتكلم على القطاع الزراعي بتكلم تقريبا على حوالي 650 الى 700 مليار جنيه دخل القطاع الزراعي او اسهامات القطاع الزراعي في الدخل القومي المصري. وانا بتكلم على الدخل القومي المصري بتكلم على 365 مليار دولار. 365 مليار دولار ده اضرب بالقيمه بتاعه الدولار دلوقتي فيديني القيمه كذا. القيمه المضافه لو انا بتكلم على 700 مليار جنيه وانا اشتغلت الكلام اللي احنا قلناه في الاول، كيف اعظم من العائد بتاعي من اي سلعه او منتج زراعي او كذا او كذا، انا ممكن ال 750 او 700 مليار جنيه دول يبقى تريليون ونص مثلا، يبقى 1500 مليار. ايوه للقطاع الزراعي فقط. للقطاع الزراعي فقط. ممكن ذلك يعني احنا بنقول مش احلام، لا، بدليل ان احنا عندنا المزارع اللي كودت واللي هي توافقت مع المعايير الدوليه. ما انا لما اطلع من عندي 5.5 مليون طن صادرات زراعيه، واخد بال حضرتك، كده انت حضرتك بتشير لاهميه التكويد. بالظبط. التكويد وما يليه. التكويد ده انا عايز اعرف المزرعه دي باسم مين، عشان لو حصل مشكله بره اقدر فيما يسمى بالتتبع العكسي ارجع ابقى عارف انه جمال كان هو صاحب المشكله دي. ما تقفلش عليا الدول على كل المزارع اللي عندي زي ما كان بيحصل في 2016 و15 لما كل دول العالم قفلت علينا عشان مزرعه. فكل واحد يتحمل مسؤوليته. كل واحد ده برضو نوع من انواع القيمه المضافه، ان انا عملت تكويد. طب بعد كده بعد التكويد اخصص، فتبقى الشاحنه الحاويه اللي طالعه من عندي دي مثلا فيها صنف كذا من البرتقال، مثلا برتقال ابو سره، بس ما تبقاش برتقال ابو سره، برتقال هاملت وبرتقال سكري وبرتقال يفاوي، لا. ده نمره 2. نمره 3 بيبقى في الوزاره بتعين مندوب يبص على الصفات الظاهريه الشكليه للبتاع، وبعدين في معمليه كمان اللي هو ما يسمى بالحجر الزراعي عشان يشوف ان المنتج اللي عندي ده مطابق تماما للمواصفات. ثانيا هيبقى عندي الحجم متناسب مع الحجم ولا لا، كل المتطلبات المستهلك اللي بره. حضرتك برضه هتيجي تقولي الله، طب واحنا دايما لما نتكلم على اللي بره يبقى احسن من اللي جوه. بالظبط. لا هو ده نفس القصه. احنا لما بنشتغل على ان ده منتج هقدر اصدر منه قد ايه، وهقدر، وبرضه عايز دايما نتكلم عن الناس. والقيمه المضافه على فكره بتبقى جاذبه كمان للسوق المحلي. بالظبط يا فندم. انا برضه كمستهلك يعني مواطن، انا برضه عايز منتج كويس وعايز منتج امن. ما هو انا برضو لما اشتغل على اني هشتغل بمواصفات خارجيه، انا برضو نفس المواصفات دي هتبقى موجوده عندي. وبالمناسبه دايما الوزاره بتشتغل، يعني الدوله من خلال وزاره الزراعه ووزاره التموين ووزاره الصحه وخلاف، دايما العينات اللي اصل دايما الناس عندها عقيده، لا يا سيدي اصل اللي بيصدر بره لا ما اصله احنا كذا ممكن واحنا كذا. يكون لا، مواطن اجنبي هنا بياخد منتج جيد جدا يرجع يعمل لنا تسويق على هذا المنتج ويدور عليه في بلده. يا فندم انا عايز اقول معالي الوزير شخصيا، الوزير مثلا نفسه ما هو بياكل نفس المنتج بتاعه. فالفكره بتاعتنا انه انا اطلع
منتج بقيمة مضافة عالية. القيمة المضافة على فكرة ممكن تبقى صحية، يعني بمعنى ان انا اطلع للأستاذ عبير اقول المنتج ده آمن، وده اللي الدولة مثلا عملته فيما يسمى المشروع وده 100 مهم ألف فدان جدا. صوب مثلا. احنا القيمة المضافة زي ما بنقول لن تتوقف، وهي حتى في العنصر البشري هي قيمة، يعني كل ما الإنسان بيتعلم أكتر فهي قيمة مضافة ليه. نعم. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ الدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية زراعة الأزهر، على وجودك معنا في تحيا مصر. شكرا يا فندم، انا اللي شاكر فضل حضرتك، متشكرين جدا يا فندم لحضرتك ولأسرة البرنامج. ومشاهدينا في كل مكان، نعمل دائما على إضافة قيمة مضافة لكل عمل احنا بنعمله. اتقان العمل هو قيمة مضافة. بشكركم، ودايما وابدا تحيا مصر.